مساء الخير يا بنات، يا رب تكونوا كويسين وبخير وأفضل يا رب حال. النهاردة فيديو جديد مع دنيتك مع شيماء، هنشارك مع بعض إن شاء الله يوم كده مليان طاقة إيجابية وتفاؤل وحسن ظن كده بالله إن شاء الله. هبدأ معاكم كده الفيديو طبعا. بنصحى الصبح بدري علشان المدارس والولاد، بنحضر بقى السندوتشات اللانش بوكس. انا البيتزا دي كنت عاملاها يعني قبلها بيوم، كنا اتغدينا منها وكان فايض، يعني كنت عاملة بزيادة واحدة كده شايلاها، وكنت عاملة حسابي ان انا هديها للبنات يعني تاني يوم معاهم في اللانش بوكس بتاعهم كتغيير بقى من الساندوتشات يعني. وطالما حاجة موجودة في البيت مش باكلّف، باعمل كده على طول. فكنت مكتّرة شوية لهنا لإن كان عندها كمان درس بعد المدرسة، فكنت مكتّرة لها شوية عشان لو جاعت بعد المدرسة والّا حاجة. عايزة أكلّمكم بقى كمان على الحلويات اللي أنا باجيبها للبنات، دي أولًا منتجات طبعًا بديلة للمنتجات المقاطعة. باجيبها من عندي هنا تاجر جملة كده جنب البيت، باجيب للبنات منه الحاجات، وأنا كنت قايلة لكم قبل كده في فيديو مشتريات وحاجات المدارس، إني أنا باحب أجيب من يعني الحاجة مرة واحدة تكفّي بقى أسبوع، تكفّي أسبوعين، يعني كل يوم ما ابقاش محتارة ياخدوا إيه ويجيبوا إيه. كمان أسعارها بتبقى يعني حلوة أوي. يعني معظم العلب دي بتبقى ب10 ب15، فبتبقى موفّرة وجميلة، منتجات مصرية وحاجات كمان كويسة، وبتوفّر معايا بصراحة إن أنا مش كل يوم أقعد أجيب وكده يعني. فودّيت البنات المدرسة وكان عندي كده مشوار يعني الصبح بدري كده، عملناه كده أنا وباباهم، وبعدين جِبت بقى حاجات كده للبيت، يعني هاورّيها لكم كلّها وهنتكلّم مع بعض كتير كده في الفيديو ده، وهاقول لكم كمان منتجات تقدروا تستبدلوها للمنتجات اللي هي في المقاطعة اللي كنا معتمدين عليها. فطرنا بقى أنا وباباهم، وبعدين صبّيت كده، كنت أنا عاملة عصير جوافة وبرضه كنت عاملاه معاكم قبل كده يعني، وشربنا كده حبّة عصير وهو نازل بقى على الشغل بتاعه. وأنا بقى قُلت إيه، أشوف اللي ورايا النهارده. أول حاجة كده أنا طبعًا كنت باستخدم تايد وكنت مورّياه لكم قبل كده وكنت باشكر فيه جدًا، لكن طبعًا دلوقتي هو من المقاطعة، فهو خلص أصلًا، يعني العلبة دي فاضية، كانت عندي من فترة. فبدأت أستبدله بقى بالمنتجات اللي موجودة دلوقتي. عندِك بقى أي منتج، عندِك ليدر وعندِك كمان أوكسي، دول كويسين أوي، وكمان تقدري تعملي الخلطة اللي أنا كنت عاملاها معاكم في الفيديوهات اللي قبل كده، إن إحنا نحوّل المسحوق بتاعنا العادي لمسحوق حلو أوي، تقدروا ترجعوا لها. كمان الصابون بتاع المواعين، ما تستخدميش برضه حاجات المقاطعة، ممكن تستخدمي الأكياس دي، دي أكياس مصرية. بتبقى سعرها حلو أوي، أوي، وبتعمل كمية كبيرة، يعني بُصّوا بتوفّر كمان جدًا معاكِ. الكيس فيه من 17 لحد 20، وبيعمل من 6 لتر و8 لتر، وبجد جودته حلوة أوي كمان. أنا استخدمته كذا مرّة معاكم وفعلًا يعني الحمد لله نفعني جدًا يعني. بعد بقى ما خلّصت كده شوية حاجات كده كنت باعملها في المطبخ، طلعت بقى تقريبًا كان ده وقت الضهر، لإني أنا صلّيت الأول وبعدين قُلت كده أقوم أعدل الشقة. هي كانت الشقة معدولة بس إيه، عارفين بقى التراب كده الخفيف ده اللي بيبقى فوق الحاجة، فلمّعت بسرعة كده، بس يعني بصراحة ما كانتش تلميعة جامدة، يعني حاجات كده من على الوش. لمّعت السفرة، الدنسوار، إيد الكراسي كده من فوق، يعني الحاجات اللي أنتم عارفين إن هي بتلِم تراب. ورُحت مطلّعة على طول الspray mop بتاعتي ومسحت بقى بيها الأرض. في ناس سألتني عليها لمّا كنت منزّلاها في فيديو قبل كده، أنا كنت عاملة معاكم review عنها. كمان هي حلوة أوي في إيه بقى، في الاستخدام اليومي يا بنات، يعني اللي هو زي كده، بُصّوا ما بتكمّليش ربع ساعة في الشقة كلّها، فبجد هي جميلة وسهلة وسريعة كده، بتحطّي فيها على طول المَيّة بتاعتِك، لو ممكن تحطّي فيها معطِّر أو ديتول فبتسهّل معاكِ. بعد ما خلّصت بقى رُحت مشغّلة البخور كده، يغيّر كده ريحة الشقة، وفتحت الشبابيك، وأنا باحب البخور جدًا، يعني أنا من عشاق البخور بصراحة. كنت جايبة كمان معايا بقى جبنة قريش، وحبيت إن أنا أورّيكم إزاي يعني باشيل الجبنة القريش عندي بتقعد أكتر من شهرين و3 شهور.
أنتم عارفين الجبنة القريش معظمنا بيجيبها ما فيش أسبوع، تاني أسبوع بنلاقيها باظت. يعني بمنتهى السهولة هاتي مَيّة تكون مثلًا من الفلتر، مَيّة نضيفة كده، وتحطي فيها مثلًا تقريبًا ده كان لتر، حطيت فيها معلقة كده من الملح كبيرة، وما تخافيش مش هتحدق ولا حاجة. وتحطي فيها بقى الجبنة القريش، بس أهم حاجة تكون المَيّة مغطية الجبنة خالص، يعني ما فيش يعني قطعة من الجبنة عليها مَيّة من فوق، علشان هو ده بقى اللي بيعمل الريم الأخضر والجبنة بتبوظ منِّك. غطّيها خالص كده، وما تحطيش بقى إيدِك تاني في العلبة دي، يعني لو أنتِ عايزة طلّعي بالمعلقة بقى، بُصّوا هتقعد معاكِ فترة كبيرة جدًا من غير ما تبوظ، وهتفضل معاكِ في التلاجة، وإن شاء الله يعني تعملوها وتدعوا لي على الفكرة الحلوة دي، هي سهلة بس بجد بتحافظ على الجبنة. رُحت بقى جِبت البنات من المدرسة وجيت بقى على البيت. بُصّوا أنا كان عندي أصلًا النهارده يعني بواقي أكل من امبارح، يعني أنا كنت طابخة امبارح. كنا عاملين بقى فاصوليا خضرا ورُز وفراخ ولسان العصفور. فالبنات كَلِت، فكانوا تاني يوم مش عايزين ياكلوا الأكل ده، فقُلت خلاص أنا هاشيله وآكله أنا وباباهم. وكان عندي بقى أنا يعني شوية كده دول كان باقي خلطة حواوشي، وأنا كنت عاملاها معاكم كذا مرّة قبل كده. الخلطة سهلة وسريعة، كام قطعة كده من صدور الفراخ أو حتى وراك براحتك، شوية بصل، يعني بصلاية كده، طماطماية، فلفل أخضر، كمان بقى قطع الفراخ، وبقى مع حبة توابل كده بسيطة بتتضرب بتبقى حلوة أوي. ممكن تستخدميها حواوشي، تستخدميها في خلطة يعني زي البرجر كده، بس أصفّي بقى البصل والفلفل والطماطم من المَيّة كده، وممكن تستخدميها كفتة وتعمليها برجر، يعني ليها كذا استخدام. فأنا كان فايض حتّة كده من حواوشي كنت عاملاه، فقُلت خلاص هاطلّعه أعمله لهم كده، يعني هُم كانوا عايزين ياكلوا أكل إيه، زي عارفين برجر وكفتة والحاجات دي. فما حبيتش إن أنا أعمله برجر لإني ما عنديش كايزر، كان عندي اللي هو الفينو الصغير ده، فقُلت بدل ما أعمله برجر وارجع أقسمه نُصّين علشان أعرف أحطه، فهاعمله لهم كده يعني زي كفتة، شكل كفتة. وفعلًا يعني عملته كده شكل كفتة بس عارفين مبططة شوية، ويعني كمية أهي الحمد لله طلعت حلوة كفّتهم وشبعوا. فكُلّه من البيت يعني أحيانًا أنا وقُلت لكم الفكرة دي قبل كده، أنا ما باهدّرش الحمد لله في أي أكل خالص عندي، ولا بارمي أي حاجة. ممكن لو باحس إن مثلًا ما لهمش يعني مزاج ناكل الأكل اللي هو البايت، فباروح شايلة الأكل البايت ده، وممكن أطلّعه كمان يوم. ف وهُم بيحبوا كده عادي، يعني الحواوشي ده كان عندي من قبل ما أعمل الفاصوليا. فإحنا هناكل عادي بقى أنا وباباهم، وهُم أهو الأكل اللي كان موجود وطلّعنا وقضّينا اليوم الحمد لله يا رب. ربنا يا رب يديمها كده نعمة علينا، ويحفظها يا رب من الزوال. طبعًا ما ننساش كده وإحنا في بيوتنا والدنيا لهيانة إن إحنا ندعي لحبايبنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم، يرحم يا رب شهدائهم، ويشفي جرحاهم يا رب، ويثبّتهم وينصرهم بإذن الله. وإحنا في أيام يعني صعبة، أيام عصيبة علينا كلنا بصراحة، كلنا يعني برضه متأثّرين، كلنا بلا استثناء متأثّرين، نفسيتنا متأثّرة، بس دايمًا كده خلّي عندِك حُسن ظن بالله، والله بجد التوكُّل على الله وحُسن الظن بالله بيريّح القلب، بيريّح القلب، بيخلّيكِ دايمًا متطمّنة وقوية كده وقادرة إن أنتِ تواجهي كل حاجة في الدنيا، لإني عارفة إن لينا رب كريم وعادل بيرجّع الحقوق، دايمًا بينصف المظلوم، وإن شاء الله إن وعد الله حق، ألا إن نصر الله قريب، إن شاء الله دايمًا خلّي عندِك حُسن ظن بالله. فخلّصت كده الكفتة زي ما أنتم ما شايفين، وبدأت بقى أحطها في الساندوتشات للبنات، وحبّة كاتشب وحبّة مايونيز عليهم وحاجات بسيطة وكلّها من البيت. والحمد لله يعني كانوا مبسوطين، عملت لهم اللي هُم كانوا عايزينه. أنا مش عارفة الكاتشب والمايونيز هاينز دي من المقاطعة والّا لأ، بس أصلًا أنا ما اشتريتهاش بصراحة. دول كانوا باقي عندي يعني أكياس كده كانت باقية عندي من زمان. أنا لسه اشتريت حاجات بقى لمّا كنت باجيبهم من بعد المدرسة كده، جِبت حاجات هاورّيكم برضه المنتجات اللي إحنا يعني جِبتها، برضه منتجات بديلة لمنتجات المقاطعة. طبعًا كُلّنا على قد ما نقدر يا بنات بجد ما تستسهلوش حاجة، يعني دي أبسط حاجة إحنا نقدر نعملها في إيدينا اللي هي المقاطعة.
يعني ما تساعدوش وما تكونوش سبب أبدًا في إن إحنا نكون بندّي فلوسنا لناس بتأذي بيها إخواتنا. فيعني دي أقل حاجة نقدر إن إحنا نقدّمها لهم بصراحة، إن إحنا نقدر نستغنى عن المنتجات دي. والله وأدينا برضه في منتجات بديلة ومنتجات كويسة من كل حاجة على فكرة، إحنا بس نتعب نفسنا كده وندوّر شوية، هنلاقي كل حاجة يعني محتاجينها ليها بديل. وأدينا بنشجّع المنتج بتاعنا إن شاء الله كمان. ممكن تكون دي يعني حافز أو يعني بُشرة خير إن إحنا نرجع نعمل تاني منتجات محلية، نقدر إن إحنا بقى تبقى كويسة ونقدر إن إحنا نستغنى تمامًا عن كل المستورد ده. الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله زي ما قُلت لكم كده خلّي عندنا حُسن ظن بالله، وبإذن الله كل الخير يا رب جاي. تعالوا بقى كده أورّيكم على الحاجات اللي أنا كنت جايباها معايا، هي حاجات بسيطة، بس يعني هاقول لكم كده إيه، حبّة بدايل. أنا دايمًا كنت باجيب اللازانيا يعني كده ماركة، عرفت طبعًا هي من المقاطعة فما بقيتش أجيبها. حبّيت أقول لكم بقى على نوع لمّتنا. مش عارفة أنتم تعرفوه والّا لأ، هي لمّتنا طبعًا هي شركة مصرية بتصنّع كل أنواع المكرونات، وبجد جودتها حلوة أوي، جرّبتها في كذا حاجة، الاسباجيتي والأقلام، وكمان بقى منزّلة بُصّوا الجديد بقى منزّلة لازانيا ومنزّلة كمان كانيلوني. عارفين المكرونة دي يعني عايزة أقول لكم إن بتبقى غالية أوي في الحاجات المستوردة، يعني دايمًا لمّا كنت باروح أي هايبر كده كبير كنت دايمًا باشوفها بس بالاقي أسعارها غالية جدًا، يعني ممكن تكون معدية فوق ال50 كمان وفي أغلى. دي الكانيلوني دي اللي هي بتبقى عارفين المكرونة القلم؟ يعني نفس الفكرة بس دي كبيرة أوي، يعني بتحشي عاملة زي الأسطوانة كده، بتحشي فيها الحشوات من جوّه، يعني كان سعرها 18 جنيه، واللازانيا كان تقريبًا ب15 أو 16. فأسعار حلوة ومنتج طبعًا مصري، وكمان جودتها بجد حلوة أوي، يعني أنا جربتها في كذا حاجة. جِبت كمان بقى من دي فرن عادي، الفرن عادي لمّا أنا باجيب كده الفينو للمدرسة تاني يوم، فجِبت كده قالب كيك وكمان كوكيز. ده طبعًا برضه بديل للحاجات اللي إحنا كنا بنجيبها، البسكوتات والكيكات اللي البنات والأولاد كانوا متعودين عليها وكانت من ضمن المقاطعة. فممكن بقى تتجهي للحاجات دي، تعملي أنتِ حاجات في البيت، تجيبي حاجات من الأفران، ناس بتبقى طبعًا مصريين خابزينهم. كان طبعًا بقى خلاص الكاتشب والمايونيز خلصوا عندي، فما رضيتش أجيب برضه طبعًا الحاجات اللي هي من ضمن المقاطعة، وجِبت ده النوعين دول برضه، ده نوع مصري، وفي أنواع كتير مصرية. أنتم لو دخلتوا على الفيسبوك عايزة أقول لكم إن منزّلين كل صور الحاجات اللي هي مقاطعة والحاجات البديلة ليها. كمان في تطبيق اسمه قضيتي، عارفين اللي منزّلة يعني أنتِ لو دخلتِ سألتِ على أي منتج كده بالاسم هيقول لِك ده من ضمن المقاطعة والّا لأ. فالدنيا سهلة والله ومتيسّرة، بس إحنا بس إيه نتعب بس نفسنا وندوّر في الأول، بعد كده هتحفظي الحاجات وهتعرفي كل الحاجات البديلة ليها. فدي حبّة الحاجات اللي أنا كنت جايباها. قُلت إيه يعني أريّح نفسي شوية عشان ما اقعدش أتعب نفسي كل يوم أقعد أفكّر أعمل أكل إيه، فيبقى في حبّة كده حاجات يعني في التلاجة آآ أقعد إيه يعني عليها أرتاح مثلًا كام يوم، وربنا يحفظها يا رب نعمة علينا جميعًا. والله الأيام اللي إحنا فيها دي حسّستنا بنِعَم كبيرة أوي إحنا والله ما كناش حاسين بيها. نعمة الأمن كده، ونعمة الأمان، ونعمة إن الحاجة تكون متوفّرة، نعمة الصحة، نعمة يعني راحة البال. بجد يعني لمّا بيحصل أي حاجة يعني معظم الإنسان كده، الإنسان ما بيحسّش بنعم ربنا غير لمّا بيحصل حاجة كده بتفوّقه. فالحمد لله يا رب على كل حال، وربنا يصلح الأحوال بإذن الله. النهارده بقى بعد كده ما خلّصنا كمان حطيت الحاجات اللي أنا كنت جايباها وغدّيت الولاد. فكان عملنا كمان الواجبات، وكان هنا عندها نشاط تعمله كده في المدرسة، فقعدنا بقى عملناه مع بعض أنا وهنا وجنى. كان يعني على فلسطين، فرسمنا بقى بُصّوا الرسمة دي، إيد كده كبيرة شايلة من فوق المسجد الأقصى، ودايسة تحت على العلم اللي ما يتسمّوش، ورسمنا كده علم فلسطين وقعدنا نلوّنه كلّنا مع بعض.
معظم الولاد كلنا دلوقتي بقوا يعني عندهم خلفية، حتى اللي ما كانوش عارفين بقوا دلوقتي عارفين إيه اللي بيحصل في فلسطين وعارفين الحكاية كلها. يعني معظمنا كأمهات قعدنا اتكلمنا مع أولادنا وعرفناهم ايه اللي بيحصل وعرفناهم دورنا ايه. عرفناهم دورنا، طبعا انا كنت متكلمة معاكم في الفيديو اللي فات عن الكلام ده، يعني مش عايزة أعيده تاني. بس طبعًا اتكلمنا عن المقاطعة ودورنا إيه، وإن إحنا نقدر دلوقتي الحمد لله التبرعات والمساعدات بدأت تدخل، فنقدر إن إحنا دلوقتي نساعد، يعني كل واحد على قد ما بيقدر طبعًا. عايزة أقول لكم إن في حاجات بسيطة أوي، يعني بنك الطعام المصري وكمان الهلال الأحمر عاملين حتى في رسايل، بُصّوا هُم عارفين ب5 جنيه، يعني تبعتي بس كده رسالة دي ب5 جنيه، فيعني أقل حاجة ممكن الواحد يقدر يقدّمها، وطبعًا كل واحد على قدر استطاعته. والحمد لله يا رب على كل حال. عايزة أقول لكم إن وإحنا بنلوّن الرسمة دي كان بُصّوا جو وطني ما تتخيلوش، البنات عندي عمّالين يغنوا أغاني فلسطين، لإن كانوا عندهم عاملين زي فقرات كده في المدرسة عن فلسطين، وعملوا عروض وحاجات زي كده. فربنا يا رب يعني يكفينا شر فواجع الأقدار، يعني الأيام دي يعني أكتر حاجة طبعًا بنعملها الدعاء، وعايزة أقول لكم إن أكتر حاجة نقدر نستعيذ بيها الأيام دي والله هي الفجأة. عارفين الفجأة بكل أشكالها، يعني الموت الفجأة، الفقد الفجأة، قطع الأرزاق الفجأة، الفراق الفجأة، الابتلاء، الهَم والحزن الفجأة، تغيير الحال من حال لفجأة. يعني سبحان الله، سبحان مغيّر الأحوال فعلًا، يعني الحاجة بتتبدل في ثانية، في ثانية. عشان كده دايمًا قولوا كمان اللي كان الدعاء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايمًا بيدعيه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. يعني ما حدش يا جماعة يستهين أبدًا بدورنا اليومين دول، ما تستهينوش. إن أنتِ لو قادرة إن أنتِ تتكلمي اتكلمي، قادرة تأثّري حتى إن شاء الله في أهلِك وأولادِك أقل حاجة. وإن شاء الله والله خير بإذن الله. وطبعًا اللي قادر يعمل حاجة يعملها، اللي قادر يساعد يساعد، وإن شاء الله يا رب خلّوك عنده برضه حُسن ظن بالله، وربنا ليه حكمة في كل اللي بيحصل ده. وإن شاء الله يعني نصر الله قادم، وأنا عندي كل ثقة إن شاء الله بالله. فقعدنا بقى بُصّوا نلوّن كده يعني كلّنا بنلوّن مع بعض بالرسمة الحلوة دي. هي الألوان عايزة أقول لكم إن مش باينة لكم أوي، بس هي الرسمة كانت جميلة والله الحمد لله. وهنا لمّا راحت سلّمتها يعني عجبت جدًا المدرسين بتوعها، وعجبت صحابها. وكنا بقى بُصّوا بنلوّن، هي بُصّوا جوجي صغنّنة مش بتعرف تلوّن أوي، بس برضه ما كناش مزعّلينها، يعني كنا بنورّيها كده تلوّن إزاي، ولو في مثلًا حاجة مش متلوّنة حلو فكنا إحنا بنعيد يعني عليها معاهم. فحاجات بسيطة كده بنحب نشاركها مع الولاد، يعني عارفة لمّا يكون عندِك نشاط زي كده اقعدي اعمليه معاهم بيفرحوا. ونوع كده من أنواع المشاركة والله، الولاد بيبقوا فاكرين الحاجات دي وبيتبسطوا منها أوي. وده كان شكل الرسمة كده في النهاية. يا رب يكون الفيديو النهارده كان عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش بقى إن أنتم تعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك يالّا اشتركي في القناة وخلّي الجرس يرن عشان ييجي لِك الفيديوهات الجديدة. ودمتم في أمان الله، ومع السلامة.